لا أمور يعني ما تخطر على بال المترفين في وقتنا، ولا حتى من أفقر الناس ما يتصور هذه الأشياء. أفقر الناس ما يتصور هذه الأشياء. يعني ذكرت مرارا أنه شخص من الأدباء في الأحساء أجريت معه مقابلة، توفي منذ زمن، فقيل له: كيف حجك الأول الفرض؟ قال: كنا لا نحج عن طريق نجد، يعني قبل التوحيد وآتى الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله وانتشار الأمن، والحمد لله الحمد لله على نعمه. يقول: كنا نحج عن طريق البحرين، هو بالأحسن يروح البحرين يركب باخرة إلى جدة. يعني من الأشياء اللي جيلنا ما يتصورها. يقول: رحنا للبحرين، يقول: رحت بعد أظن ما معه أحد، رحت البحرين قالوا: ما عندنا حجاج هالسنة، ما في وسيلة إلا أن تروح للهند البمباي وتحج معهم. عندنا في رحلة للهند الآن، اركب معهم. سبحان الله. وفي كتب الرحلات من الغرائب والعجائب ما يجعلنا نجعل ديدنا الذكر والشكر. الحمد لله. ابن جبير في رحلته يقول: لما رجعنا من الحج وصلنا سواحل الشام، ركبنا على الباخرة إلى الأندلس والرياح مستقبلتنا، و6 أشهر في البحر. ولما قربنا من شواطئ الأندلس جاءت ريح عاصفة ردتنا إلى الشام. اللهم لك الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحين لو قيل إن الطريق في تحويله، وبدل ما توصل سدير بساعتين يبصير الطريق 3 ساعات، ضاقت بك الأرض بما رحبت. الله ما يتحملون الناس. وإذا أردت أن تختبر الناس شوفهم عند باب الطائرة إذا وقفت، كلهم يقفون ويتدافعون، ويقول متى يفتح الباب ومتى. بعدين مسألة 5 دقائق 10 دقائق. وهذا اللي راح للهند وحج منك. الله سبحان الله. كانوا يأتون نشوفهم بجرده يمروننا على أكتافهم أحمال، وجايين على رجليهم من سنة من أقصى الدنيا. وتقول طالب علم: ورا ما حجيت؟ يقول: والله السنة ربيع، أنا بنكشت ونستانس. وهذا اللي تشوفه المسكين، وتجد عمره 70 80. الترف لا يأتي بخير، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة إلا في مساق الذم. وهذا اللي يخشى منه علينا وعلى أجيالنا وأولادنا.